السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. مرحبا بكم في قناة الطبخ الصحي الأمازيغي. اليوم إن شاء الله غندير معكم واحد الوصفة اللي هي التوست بالمنسمات وبالفواكه الجافة. قبل ما نبداو في هذه الوصفة كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة ما ينساوش يشتركوا في القناة ويخليوا لي واحد اللايك فضلا وليس أمرا. نبداو على بركة الله. فهاد الخبز هذا انا عندي الفرينه البلديه والقمح الكامل. انا خليتهم هكا بالنخاله الرقيقه ديالهم، حيت غير ديك النخاله الغليظه. صافي كنزيد هكا الخميره البلديه كيما كنقول دائما الخميره البلديه حنا كنتحكموا فيها واش حنا عجننا بالليل او لا بالنهار. انا هنايا راه عجنت بالنهار كما قلت لكم، انا ما بقيتش كنعجن بالليل. صافي كنزيد هكا كنعجن عادي، كنزيد الماء حتى كنتحصل على العجينه اللي بغيت. انا الصراحه راه هاد الطوست هذا درتو مرخوف بزاف، ولكن راه خاص ضروري تكون العجينه ديالو مرخوفه. كندير هاد العمليه هذه باش علاش كندير هاد العمليه؟ باش ملي يكون داك الطوست طايب كيجي هكا من الداخل، كيجيش معجن، كيجي كله مطقوب ومفشفش كما كنقولوا. صافي كنخلي العجينه تخمر المره الاولى. هنا راه خمرات ما شاء الله كما كتشوفوا. صافي هنا عندي المنسمات، لانني هاد الخبز ديال الطوست هذا غنسمو كيجي هكا بحال الشكل ديال الفقاس، كيجي ما شاء الله زوين. جربوه راه غيعجبكم ان شاء الله. عندي شويه ديال القرفه، شويه ديال النافع، شويه حبات حلاوه، شويه ديال الباديان، 3 العويدات ديال القرنفل، والملحه حيت انا الملحه ما درتهاش في الاول. المكسرات عندي الشريحه او التين المجفف، شويه ديال الكركاع، شويه ديال التمر، شويه ديال اللوز. المهم مكسرات اختياريه، وكل واحد وشنو عنده في المنزل ديالو. هنا كنزيد شويه ديال الزيت البلديه. صافي وكنحاول هكا ندخل ديك الزيت في العجين مزيان. هنا كنزيد واحد 2 معالق ديال عفوا هنا درت دوك المنسمات اللي وريتكم، طحنتهم مزيان في الطحانه اولا دوزوهم غير في هكا في المراز. المكسرات قطعتهم كاملين ما عدا اللوز خليته هكاك صاين. انا علاش خليت اللوز؟ باش ملي نكون كنقطع في داك الطوست كما غتشوفوا مازالين ان شاء الله، ولا راه شفتوه نيت في الاول ديال الفيديو، كيكون داك اللوز باين في الداخل ديال الطوست، كيجي بحال الشكل ديال الفقاس. وهاد الطوست هذا راه كيجي بحال تقريبا بحال الفقاس حتى المذاق ديالو، لان فيه المنسمات. غير هو ما فيهش البيض، هو اللي ما فيهش. هنا كنزيد هنا 2 معالق ديال العسل. انا العسل نسيت وكان عليا نديرو هكا في الاول، ولكن ماشي مشكل، ما كيفسدش العجين ديالنا اولا الطوست. هنا دهنت سطح العمل بشويه ديال الزيت البلديه، وكنحاول كندير هاد العمليه هذه. ضروري من ديروا هاد العمليه. انا راه العجينه درتها مرخوفه بزاف، ولكن ضروري تكون مرخوفه باش هكا الطوست ديالنا ينجح معنا. هنا المول ديال انا عندي هذا المول هذا دهنته غير بشويه ديال الزيت البلديه، ما درت ليه لا الورق لا حتى حاجه. كندهن اولا عفوا كنرش العجين. عندي هذا البخاخ هذا اللي درت فيه شويه ديال الماء، باش ملي ندير هاد المكسرات ما يطيحوش اولا ما يطيروش، يكونوا هكا شادين في العجينه. درت شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع. ديروا نتوما الزنجلان، ديروا اي مكسرات عندكم. خليته تخمر المره الثانيه. هنا من بعد ما دخلته الفران، المهم راه طاب الفران كل وحده والفران ديالها كيفاش كطيب فيه. انا عندي الفران ديال الضوء. كما كتشوفوها هو من بعد ما خرجته بالفران ما شاء الله راه جا هكا محمر وطايب مزيان. صافي كنديرو في واحد المنديل. كان انا خليته حتى الغد ليه حيت صافي وجدته هكا مع ديك هكا الربعه وما بقاش ديال الوقت باش نقطعو. صافي درتو في هذا المنديل وخليته حتى الغد ليه عاد قطعته. لان هذا الخبز ديال الطوست راه ضروري ملي كنبغيو ناكلوه ضروري كنحمروه. ملي كتحمروه راه كيجي كما قلت لكم راه كيجي بحال الفقاس. صافي كنقطعوه على هذا الشكل هذا طريفات. انا قطعته هكا شويه، ربما قطعته شويه غليظ، نتوما رقوه رق من هذا الشكل هذا.
كما قلت لكم راه كيجي رائع، جربوه. راه بالخميره البلديه راه ممكن نديروا اي حاجه، وانا دائما ولادي كيطلبوني وحلفت لنشريه اليوم هكا في المحلات اولا في المخبزه. كما كتشوفوا داك اللوز كما قلت لكم كيجي بحال الشكل ديال الفقاص وديك الشريحه والكركاع، وملي كتحمروه راه حتى داك اللوز كيتحمر كما قلت لكم راه كيجي بحال الفقاص. نديروه هكا مع شي شوربه اولا شي حاجه. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.